الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما نافعا يا كريم. اللهم احفظ العلم علينا إلى وقت الحاجة إليه حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن كان علمه حجة له، ولا تجعلنا ممن علم فكان علمه حجة عليه. اللهم ارزقنا الثبات على مجالس العلم وعلى مجالس الذكر التي تذكرنا فيها عند ملائكتك المقربين. وصل وسلم وبارك على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تفسير آية هي كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. هذه الآية التي حوت من المعاني ومن صفات الله جل وعلا ما لم تحوه آية أخرى. هذه الآية المسماة بآية الكرسي. فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحد صحابته رضي الله تعالى عنهم، فقال له: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعني أي آية في كتاب الله هي أعظم آية وأفضل آية؟ فقال الصحابي رضي الله عنه، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب على صدره وقال له: ليهلك العلم. وكان اسم هذا الصحابي أبا المنذر. قال له: ليهلك العلم أبا المنذر. نتوكل على الله جل وعلا ونبتدئ. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية التي لها فضائل كثيرة كما قلنا، من فضائلها أنها يستحب ويسن قراءتها دبر كل صلاة، وهي إن شاء الله حفاظة للمسلم بين الصلوات. إذا قرأها بعد كل صلاة كانت له حفظا وحفاظا إلى الصلاة التي بعدها. وكذلك إذا قرأها الإنسان قبل نومه فهي فيها حفظ للإنسان إلى أن يستيقظ وإلى أن يستيقظ من نومه إن شاء الله تعالى. وقد ورد في ذلك قصة عجيبة لأحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل المشهور. ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر. كنيته أبو هريرة. لماذا سمي أبو هريرة؟ لأنه مرة وجد هرة صغيرة
الأصلي عبد الرحمن واسم أبيه صخر، عبد الرحمن ابن صخر، وهو من أي قبيلة؟ من قبيلة دوس. نعم، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، قبيلة دوس التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأهلها بأن يهديهم الله، وقد هدى الله عز وجل جل أهلها أو ربما كلهم، يعني كل العائلات التي كانت في تلك القبيلة هداها الله تعالى، وجاءت هذه القبيلة مسلمة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. سبب إسلام هذه القبيلة، يعني يجرنا الحديث من شيء إلى شيء. سبب إسلام هذه القبيلة، قبيلة دوس، أنه كان هناك رجل من هذه القبيلة اسمه أبو الطفيل. أبو الطفيل بن عمرو هذا كان رجلا من هذه القبيلة، وكان من فصحائها، وكان رجلا شاعرا وفصيحا بليغا، من كما نقول نحن من مثقفي هذه القبيلة بتعبيرنا المعاصر. فأتى إلى مكة، وكان له شيء، وسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، سمع بأن هناك رجلا ادعى النبوة، يدعي أنه نبي، فأراد أن يعلم أمر هذا النبي الذي ظهر حتى يؤمن به إن لم يرى عليه كذبا وإن رأى فيه الصدق. فأول ما دخل هذا الصحابي إلى مكة استقبله الإعلام المضلل، استقبله أناس من أعداء قريش، وكانوا جاهزين دائما. أي إنسان يدخل إلى مكة يكونوا جاهزين حتى يشوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام وصورة هؤلاء أصحاب الدين الجديد الصحابة رضي الله عنهم، ويشوهوا صورة الإسلام، يشوهون له هذه الصورة. فإن كان ليس من أهل البحث عن الحقيقة، وإن كان يتبع كل ما يسمعه، وإذا معه قناعة متبعه، فيضل حتى يبتعد عن هذا الدين. لكن لو شاء الله عز وجل الهداية لشخص فلن تمنعه السماوات ولا الأرض. فدخل هذا الصحابي فاستقبله القرشيون الكافرون والمشركون، يعني فقالوا له إن هناك رجلا كلامه سحر يفرق بين المرء وزوجه، فلا تذهب إليه ولا تتبعه. فأنعم ذلك، قال احذر أن يأتي إلى سمعك كلامه، حتى أن يأتي إلى سمعك أحذر من هذا الكلام، فإنه سوف يسحرك بكلامه. فماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ فوضعت الكرسف في أذنيه. الكرسف هو نوع من القطن، يعني يسد الأذن لا يمكن الإنسان أن يسمع. قال ثم بعدها تفكر في نفسه، شغل ذهنه وعقله، فقال أنا رجل من أفصح العرب، يعني رجل لي فصاحة ولي تمييز، الحمد لله ليس لي مرض ولي تمييز بين الكلام السقيم، الكلام المريض، والكلام الذي هو من السحر، من الكلام الذي هو رصين، وكلام الذي هو من كلام الحكمة. وأمر آخر أنه كذلك كان ربما له شيء من علمه أن مداولة المرضى بالأمراض الروحية وهذا الأمر. فقال ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان كلامه سحرا تبينته، وإن لم يكن سحرا فسوف أتبين كلامه. فذهب إلى المسجد الحرام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكون قريبا من المسجد الحرام، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من القرآن الكريم، فسمع منه قراءة القرآن الكريم. فلما سمع هذا الكلام الذي فيه النور والحق المبين، والذي يمس القاع القلب عندما يكون طالبا الحقيقة، يمسه هذا النور وهذا القلب، فيقذف الله عز وجل الهداية في قلب الإنسان. فأسلم هذا الصحابي الجليل إذعانا لهذا الحق المبين. ثم قال مباشرة بعدما أسلم
وسلم أعلن شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن لي يا رسول الله، إذن لي في أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الله. هذا لم يقل له أستطيع أن أعمل دورة علمية وهكذا حتى أذهب وأدعو إلى الله عز وجل، وإنما دعاهم وشهد شهادة الحق، فهم معنى التوحيد وفهم أن الإسلام يدعو إلى صلة الرحم وإلى إكرام الجار وإلى الإحسان إلى الناس وإلى عبادة الله وحده والالتجاء إليه وعدم الالتجاء إلى غيره، وأن الإنسان إذا أتاه أمر كرب أو شدة فليس له ملجأ إلا إلى الله ولا يلجأ إلى غير الله كما يفعل المشركون. هذا هو ملخص الإسلام، ديننا بسيط وسهل، وكذلك هذا الدين سهل في قبوله وسهل في الدعوة إليه. فمباشرة قال: إذن لي يا رسول الله بأن أدعو قومي إلى الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعي هنا فرق بين الدعوة إلى الله وبين التعليم. الذي يريد أن يعلم الناس أحكام ويعلم الناس أشياء تفصيلية وقواعد هذا لا يصلح أن يكون الإنسان يسمع درس مرة أو بعض مرات وهكذا ثم يذهب ويلقي على الناس دروسا أو يفصل لهم في أحكام فقهية أو شيء. هذا لا يجوز إلا بإذن من علمه. إذا رأى المعلم في التلميذ أو في طالب العلم بشكل عام أنه صار أهلا لأن يعلم الناس فيأذن له في التعليم. بينما الدعوة إلى الله جل وعلا بمجرد أن يسلم الإنسان ويعرف أصول الدين، يعني الأمور العامة، فيجوز له أن يدعو غيره إلى الله جل وعلا في حدود ما يعلم ولا يدخل فيما لا يعلم. لهذا الجن مدح الله سبحانه وتعالى الجن الذين أول ما سمعوا القرآن مباشرة ذهبوا ودعوا قومهم إلى الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله عز وجل يخاطب نبيه قال: وإذ صرفنا إليك، صرف إليه بهدايته وبتيسيره، صرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من الجن، طائفة من الجن، بعض الأشخاص يستمعون القرآن، استمعوا إلى القرآن إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا أنصتوا. لما وجدوا قراءة القرآن دعوا بعضهم إلى أن ينصتوا ويستمعون. انظروا، هؤلاء من أول ما زالوا لم يسلموا وما زالوا لم يدخلوا في الإسلام. نحن من المسلمين وربما القرآن يتلى بين أيدينا وعلى مسامعنا وتجدنا نلغو في الكلام وهكذا ولا نستمع ولا ننصت إلى كلام الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له، الأصل سمع ليس اسمعوا. أنت قد تسمع أصوات وهكذا وربما لا تنتبه إليه، لكن استمع بانتباه. وأنصتوا أي أنصت، كف عن الكلام واستمع. استمع مع الكف عن الكلام. وأنصتوا أي ما هي البشرى؟ قال: لعلكم ترحمون. وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا أنصت الإنسان وتقبل فتح قلبه وسمعه لهذا النور ولهذا الكلام الذي هو رحمة، فأكيد سيصيبه من هذا النور ومن هذه الرحمة. فلما حضر الجن القرآن وقالوا أنصتوا، فلما قضي، لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن، ماذا فعلوا؟ قال: ولوا إلى قومهم منذرين مباشرة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انظر، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني أول ما قضي، هذه الفاء تسمى فاء للترتيب مع التعقيب، أي حصول الفعل بسرعة. ليس مثل ما تقول مثلا صلينا فاستمعنا إلى الدرس، ليس مثل ما تقول صلينا ثم استمعنا إلى الدرس. ثم يكون الفاصل أكثر من قولك فاء، فاستمعنا أي مباشرة، ثم
هنا الوقت الفاصل أطول من قولك فاستمعنا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مباشرة منذرين بمعنى أي العمر يحذرون قومهم من عذاب الله الذي سمعوا في القرآن الكريم، في القرآن الذي سمعوه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. عمر كان دعوا إلى الله عز وجل، دعوا أقوامهم. هذه معاني العامة. اتبع أنت ذاتي إلى أخيك المسلم قل له اتبع طريق الله واترك عنك هذا اللعب وهذا الباطل، ستجد الخير الكثير والله لا يخيبك. وأنت إذا تتبع طريق النبي عليه الصلاة والسلام تكون على خير عظيم. انظر هذا كلام بسيط، كلام سهل وبسيط. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تحتاج إلى دراسة مجلدات وتخصص في قسم الدعوة إلى الله في كلية خاصة ولا هذا المتخصصين في دعوة الكافرين ومحاججة أهل الملل الأخرى وهكذا يحتاج إلى تخصص. لكن دعوة الناس جميعا بالكلام السهل والبسيط هذا أمر يستطيعه كل مسلم وكلهم بحسبه. كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل بما يستطيع وبحسبه. هناك من يدعو الله عز وجل بقلمه، يكتب كتابا فيدعو فيه ينشر فيه الخير. فهنا الصحابي رضي الله عنه أبو طفيل ماذا فعل؟ أسلم ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي حتى أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الله. إلى أي قوم؟ إلى ذهب إلى قبيلته المسمى بقبيلة دوس، فذهب إليهم ثم دعاهم إلى الله تعالى وقال لهم، دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى توحيد الله والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأكثرهم عارضوه ولم يستجيبوا له. فماذا حصل عنده؟ حصل عنده غضب على قومه وقال هؤلاء لا ينفع فيهم لا اسلام ولا هم لا يدعون الى الاسلام وهكذا. فرجع غاضبا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحمل في صدره الغله عليهم كيف لا يتبعون هذا الحق. فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ادعوا على دوس فانهم لا يؤمنون. مباشره جاء مليانا، فالنبي عليه الصلاه والسلام استجاب له فرفع يديه الى الله، رفع يديه السماء وقال اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا. انظر وجاء قال رد عليهم. فماذا كان النبي عليه الصلاه والسلام؟ الرحمه المهداه والنعمه المستاه. رسول الله عليه الصلاه والسلام قال دعا لهم الهدايه وقال ارجع اليهم. قال ارجع اليهم. فرجع هذا الصحابي امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام، ثم صبر معهم قليلا ودعاهم الى الله، ففتح الله عز وجل على يديه حتى رجع النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه خيبر. غزوه خيبر في اي سنه كان في السنه السابعه للهجره. لما النبي عليه الصلاه والسلام رجع من خيبر الى المدينه ويرى هكذا ثله من الناس، لا بأس بها، يعني مجموعة طائفة من الناس قديم بعيد هكذا. فاقتربوا حتى تبين فيهم أبو طفيل ومعه قبيلته، جاءوا حتى يعرفوا إسلامهم ويتعلموا حكم شرع الله سبحانه وتعالى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من بين أولئك من كان من بين أهل دوس وقبيلة دوس كان منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر، فيما بعد سمي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. كم بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقلنا نحن في السنة السابعة للهجرة. كم بقي؟ كم كانت فترة الهجرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنوات. 10 سنوات. فإذا هو
هو إلى المدينة في السنة السابعة. كم بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنوات. في هذه ال3 سنوات فتح الله عز وجل على يدي هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فنهل من العلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينهله غيره من الصحابة حتى الأقدم منه. وقد كتب الله القبول لهذا الصحابي الجليل، فبين يدينا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث النبوية أكثرها، يعني أكثر صحابي له أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أسباب ذلك أنه صبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبقى وكان مع أهل الصفة، يبقى في المسجد ودائما يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في مجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم زمهرير، يعني في يوم قارس في الشتاء، يوم بارد شديد البرودة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين يعني يلبسون ثيابهم لكن وهم يرتعشون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن ينزع رداءه ويبسطه بين يديه فلا أخبر مقالتي حتى يعي عني ما أقول، حتى يحفظ عني كل ما أقوله. هذا أمر خطير. هم بلباسهم وليسوا متحملين لهذا البرد، فكيف بدون لباس؟ إذا وضع رداءه صار عالي الجسم ولا لباس قدام. أول من بدا إلى ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، فبسط رداءه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ومقالته ثم ضمه إليه. فمنذ ذلك الحين كان لا يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويحفظه ويعيه، وقد فتح الله عليه حتى صار من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كم من الأحاديث الآن نحن نرويها منذ أكثر من 1400 سنة كلها تذهب إلى صحيفة سيدنا الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. أي سجله مفتوح، وكل يوم كم من المحدثين والعلماء حتى على الناس كثير من الأحاديث التي يرونها أكثر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. فكلما يروى حديث عن أبي هريرة يكون له فيه أجر وحسنات إن شاء الله، لأن الدال على الخير كفاعله. فهذا الصحابي الجليل كان في ليلة من الليالي استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أموال الصدقة. كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعون أموال الصدقة من المسلمين، واستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أموال الصدقة، فكانت عنده في المخزن حتى يوزعها على الفقراء فيما بعد، وكان هو يحرسها رضي الله تعالى عنه، كانت عنده في البيت. فجاءه فكان في الليل أجل وسمع صوتا في المخزن، ارتاب من هذا الصوت فدخل إلى المخزن فوجد سابقا رجلا يسرق، فأمسك بيده وقال له: هل أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستحلفه ألا يأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أستحلفك ألا تأخذني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتركه. قال: ولكن أعاهدك إذا أتيت مرة أخرى فسوف أخذك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومش إذا أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سارق قد سرق من أموال المسلمين ليس حتى من أموال الرجل، فهذا يكون له فيه عقاب السارق. فمن الليلة التي بعدها سمع نفس الشيء سيدنا أبو هريرة، سمع صوتا في المخزن، فذهب بسرعة فوجد نفس الرجل، فترجاه وتوسل إليه ألا يأخذه، فخلى سبيله وقال: المرة القادمة لن أخلي سبيلك، لن أتركك وسأخذك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن سبحان الله الذي فيه طبعا يعني من الصعب تغييره، فوجد نفس الرجل يريد السرقة من هذا المال، فلما أمسكه قال
في القرآن. استغرب رجل سيعلمني أعظم آية في القرآن من دون النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف هذا؟ سيأخذ العلم من راس الكاهن. فقال سأعلمك أعظم آية في القرآن فتتركني. فالعلم عزيز عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا العلم من أجل حديث واحد كان بعض الصحابة يسافر سفرا طويلا حتى يسمع الحديث من الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قل، وقال له إذا أعطاه نصيحة وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنها تكون لك حفظا. وأعلمه الله عنه بالحديث أنها أعظم آية في القرآن. الله فقد ذكر له أنها حفظا من الشيطان، تكون له حفظا من الشيطان. فكما كانت المعاهدة خلى سبيله. ففي الصباح ذهب الصحابي رضي الله عنه بهذا الحق. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا قد يسمع الإنسان معلومة يشك فيها ليست عن ثقة وليست عن رجل من أهل العلم فيتأكدوا، لأنه ليس دائما بالضرورة أن يكون السارق أو الكاذب أن يكذب في كل مرة، قد يصدق الكاذب وقد يصدق الفاسد. فقال جل وعلا تتبينوا، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله حصل معي كيت وكيت وكيت، يعني جاءني 3 ليالي وهكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدق. قال قد صدقك وهو كاذب. قد صدقك وهو كذوب بمعنى كثير الكذب، يعني هو خبره الكذب. قد صدقك وهو كذوب. من هذا الذي كان؟ قال تعلم من جاء منذ 3 ليال يا أبا هريرة، تعرف شلون اللي كان يجي كل ليلة حتى يسرق من الصلاة؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال ذلك الشيطان. كان الشيطان يتمثل في الرسالة حتى يأتي ويأخذ من الصلاة. والشيطان كما نعلم إبليس أبو الشياطين كما هو من أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد ملائكة الله جل وعلا هو إبليس. وكذلك الشياطين هم يعلمون الكثير والكثير من العلم، لكن علمهم لم ينفعهم لأنهم خالفوا ما علموه. لهذا قال الشاعر لو كان للعلم فضل دون العمل، لو كان إنسان مجرد أنه يعلم يأخذ معلومات له في ذلك فضل بدون العمل، قال لكان أفضل من في الأرض إبليس. لو كان للعلم فضل دون العمل لكان أفضل من في الكون أو من في الأرض إبليس. لماذا؟ لأن إبليس أعلم الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وربما بعد بعض الملائكة، لكن هو من أعلم خلق الله جل وعلا، ولكن علمه لم ينفعه وإنما خرج من رحمة الله لما هو كان يعلم ولكنه يخالف ما علم. فهذه الآية المباركة كما قلنا هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله، ولها من الفضائل الكثيرة أنها بإذن الله جعلها الله سبحانه وتعالى حفاظا للمرء كلما قرأها، وخاصة إذا قرأها في الغدو والأصال، إذا قرأها في الصباح الباكر مع صلاة الصبح يقرأها فتكون له حفظا إن شاء الله إلى المساء، ويقرأها في المساء أو قبيل المغرب أو بعد صلاة المغرب تكون له حفظا إن شاء الله تعالى إلى الصباح. يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظروا بماذا ابتدأت هذه الآية. ابتدأت بأجل الأسماء
اسم الله سبحانه وتعالى الاسم الذي يطلق على الذات المقدس، على ذات الله سبحانه وتعالى، الاسم الجامع لصفات الله سبحانه وتعالى والجامع لأسماء الله جل وعلا. لأنه إذا قلنا الله عز وجل له أسماء لا حصر لنا نعلم منها، والذي لا نعلمه هو في علم الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 ليس على الحصر، هذه 99 ويوجد غيرها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله عز وجل ليس فقط التي نعلمها هي محصورة، وإنما أذن الله عز وجل أن نعلم منها ما نعلم منها 99 اسما، وهي أكثرها منثور في القرآن الكريم، ومنها أسماء لا نعلمها، وقد يعلم الله عز وجل بعض خلقه بعض عباده من أسمائه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو علمته أحد من خلقك. إذا يجوز أن بهذا الحديث يقول العلماء وشراح الحديث يقولون أن يجوز أن يكون بعض عباد الله جل وعلا قد يعلمه جل وعلا اسما من أسمائه، طبعا لابد هذا الاسم يكون مضبوط بضوابط شرعية حتى نتبين أن هذا الشخص ليس من ذات التوهم. وكذلك قال: لو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن هناك كذلك أسماء لله جل وعلا استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده، لأن الله عز وجل ليس كخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسماؤه وصفاته وكمالاته